السلام عليكم. احنا هنا اطباء ببريطانيا هوايه ينصحون للناس اللي عنده مرض السكر، اللي عنده كوليسترول، واللي عنده مثلا تسديد الشرايين، يعني اختصار الكلام القسطره. هذا موجود حتى بالانترنت بالفيسبوك، تقدرون تبحثون، مو مجرد انا دكتور احكي، لا مو دكتور، بس احنا نشوف قاعد ننصح لجماعتنا بالعراق لان ياكلون اكل غير طبيعي غير قانوني، زين، وكل شيء عندهم الله كريم، امنتوا الله كريم. مثلا هذا معمول للقسطره، هذا العلاج للقسطره. انت تحس تاكل تحس بنفسك بالدم سد شرايين. نص جلاس استكانه زيت زيتون، نص لتر ماي، قطعة واحدة أو قطعة وربع زنجبيل، 20 راس ثوم. هذا تخلطه بالماكينة الصبح فنجان واحد وبالليل فنجان واحد خلال 8 أيام 10 أيام. إذا عندك قسطرة، وإذا تحس عندك قسطرة أو رحت للدكتور قال عندك قسطرة، مو 99 100% يصير عندك فرق. ثق بالله ثق بالله ثق بالله. هاي نصيحة من عندكم، من عندنا لكم. اللي عنده السكر زين ياكل 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 تمن وخبز، بعدين يقول جيب لي شاي بدون شكر، او ياكل كاي قمر جيب لي شاي بدون شكر. هذا حكي فارغ. دارشين يعني القرفه، واللبن اللي هو يوغرت يعني، زين، هذا ياكله سوا الصبح او بالليل، ينزل السكر، ما يخلي ولا قطره سكر نهائيا. جربوه وشوفوا، إذا حسيتوا دزوا لنا خبر. هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. اللي عنده قولون، والله 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 وثم والله مجربين تجربة. 5-6 حبات ليمون بصرة، تقشره، بتطلع البذر ماله، تخلي الليمون ويا شكر، زين، 6 أيام 8 أيام تاكل صبح بالليل. شوف شلون تحس بالقولون. قولون ما يبقى نهائيا نهائيا. روح اكل حمص باذنجان شي تاكل ترى، بس جربوا، حاولوا تجربوا، زين، مو بس مجرد تسمعون، جربوا، من تجربه ما بيخسرك. زين، مع السلامه اخوان.